أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض أسهل كيكة شوكولاتة بالصوص منها فيها هي جاتو شاتو. هنعمل مع بعض الكمية دي ممكن تعمل لك مثلا 12 قطعة جاتو اللي هي دستة جاتو شاتو بكوباية دقيق واتنين بيضة. أول حاجة هنضرب كوباية لبن مع كوباية سكر، السكر يكون حبيباته ناعمة عشان يدوب بسرعة، وده اللي بيخلي قوام الصوص بتاع الشوكولاتة مميز وتحفة جدا وناعم ومفهوش أي تكتلات. وكمان في حاجة ان انتي تقعدي تقلبي السكر اللي على اطراف الخلاط علشان يختلط وما يبقاش الصوص بتاعك فيه اي حبيبات سكر. بعد ما احس ان السكر واللبن دابوا كويس قوي هبتدي اضيف كوباية زيت. الزيت بيخلي الصوص روعة عن السمنة، في الوصفة هنا لازم كوباية زيت. بصوا قوام الصوص عامل ازاي، وما بطلش ضرب فيه لحد ما احس ان القوام كله بقى كريمي كده زي ما احنا شايفين في الصورة. كمان يا جماعة الزيت بيخلي الكيكة هشة وطرية اكتر من السمنة. هنا بعد ما الزيت واللبن والسكر اختلطوا كويس قوي وعمل القوام الكريمي ده هبتدي اضيف نص كوباية كاكاو خام. هضربهم كويس قوي في الخلاط لحد ما يندمجوا كلهم سوا، وهو ده يعني نص نجاح الكيكة دي في ان انت تعملي الصوص كويس. ما تستعجليش عليه وانت بتضربيه، هياخد معاكي وقت بس في الاخر هيديكي نتيجة حلوة جدا. الكوباية اللي عايرت بيها كل المقادير بتاعتي هبتدي أفضي فيها كوباية من الصوص اللي احنا عملناه، واسيب كمية الباقية في الخلاط عشان احط عليها باقي المكونات. بصوا الصوص عامل ازاي وقوامه تقيل كده وجميل، مش لازم يبقى سايح قوي معايا. القوام ده مظبوط، بصوا ناعم ازاي، مفيهوش اي تكتلات او سكر او اي حاجة هتضايقك او تحسي ان هي مزعجة وانتي بتاكليها. بجد تحفة. كل ما هتضربيه في الخلاط، واول خطوة السكر لازم يدوب مع اللبن. تعالوا نشوف هنعمل ايه. باقي الصوص اللي معايا في الخلاط هبتدي اضيف عليه 2 بيضة ومعلقة فانيليا. هضربهم مع بعض شوية في الخلاط وابتدي افضيهم في اي بولة او حاجة، طبق كبير عشان نحط الدقيق والمكونات الجافة. المكونات الجافة برضو عندي كوباية دقيق ومعلقة شاي كبيرة بيكنج باودر. هقلبهم وابتدي اضيفهم على خليط الشوكولاتة او الكيك بتاعي لحد ما يدوبوا خالص مع الخليط. بس كده تبقى كل المكونات بقت جاهزة معايا. عايزة أقول لكم على تركاية ممكن تكون سبب إن هي تبوظ الكيكة بتاعتكم، سواء الكيكة دي أو أي نوع كيكة تانية. ساعات الخلاط أو الجهاز اللي بتضربي فيه بيبقى بيسخن، فمع المكونات بتاعة الكيكة زي البيض زي البيكنج باودر زي الحاجات دي أكيد بتأثر على الخليط نفسه، فبالتالي ما بتيجي تحطيه في الفرن ما بيديكيش القوام المناسب أو ما بترتفعش بشكل مناسب. فعشان كده خلي بالكم من النقطة دي. لو الخلاط أو العجان بتاعك بيسخن قوي ممكن يأثر على الخليط، خاصة الحاجات اللي فيها بيض وبيكنج باودر هيأثر على ان هي ترتفع في الفرن. هنا انا حطيت رشة من البندق كده بتديها تست حلو، لو عندك متاح ممكن او سوداني براحتك، ما عندكيش مفيش اي مشكلة. جبت الصاج او الصينيه اللي انا هسوي فيها الكيكه بتاعتي ودهنتها سمنه خفيف وبعدين رشه دقيق كده، وهبتدي اضيف فيها خليط الكيك بتاعي. لو هتسالوا على المقاس بتاع الصاج ده هما بيبقوا 3 في بعض، ده المقاس الوسطاني. لو انتي حابه تعمليها في المقاس الصغير خالص هي هتطلع معاكي نفس النتيجه، بس هتبقى الكيكه تخينه شويه. انا بحبها وسط او رفيعه شويه، والصوص يبقى غني كده فيها، ما تبقاش اللي هي تخينة والصوص رفيع.
والخطوة إن أنتِ تساوي العجينة كده بالspatula أو بمعلقة أو سكينة أو أي حاجة، دي مهمة عشان ما تبقاش ناحية معاكِ عالية وناحية واطية. هادخّلها الفرن على درجة حرارة 180 تقريبًا، ما بتاخدش تِلت ساعة تقريبًا بالكتير أوي، واختبرها كده بعود خِلّة أسنان واشوفها هل لسه عجين والّا خلاص ما فيهاش حاجة. بُصّوا ما شاء الله بعد ما خرجت من الفرن شكلها جميل جدًا. أنا هاسيبها هنا شوية تهدى بس شوية كده ربع ساعة، تِلت ساعة، وبعدين هابتدي أضيف عليها صوص الشوكولاتة. خلاص الكيك بتاعي كده هدي شوية سِبته ربع ساعة أو تِلت ساعة، وهابتدي أضيف عليه صوص الشوكولاتة، وبرضه أفرده بسكينة أو بمعلقة أو بأي حاجة كده، عشان كل الجهات تبقى متغطية كويس أوي بالصوص. سمكه كويس تقيل شوية إلى حدٍ ما، وهاسيبه برضه الصوص شوية بعد ما أفرده عشان ياخد كل الوضع بتاعه ويغطي كمية الشوكولاتة كمية الكيكة كلها، وبعدين بعد ما تبرد خالص واحس ان هي خلاص سقعت، لو حابة اقدمها هنشوف هنقدمها ازاي. طبعًا بلا مقدمات طالما في جاتوه شاتوه ما حدش هيستناني أصور ولا أقطّع ولا أعمل أي حاجة، فهُم الحمد لله داقوها وعجبتهم، فتعالوا نشوف هنقدّمها إزاي. قُلت مع بعض في العنوان بتاع الفيديو حتى إن الكمية دي تعمل لِك مثلًا 12 قطعة جاتوه اللي هي دستة جاتوه تقريبًا، فهي هتعملها لِك السمك ده أو سمك أكبر شوية لو أنتِ عايزاه. لو حابة إن أنتِ تعمليها زي قطعة جاتوه كده هتقطّعي الأطراف الصغيّرة دي، الأطراف الصغيّرة دي دلوقتي هاقول لكم أنا هاستغلّها في إيه، وممكن أصلًا أنتِ تعمليها كده لإيه وتحطّيها في أي مناسبة. فبُصّوا شكل الكيك من جوّه عامل إزاي، هش وجميل جدًا، والصوص بُصّوا قوام الصوص التقيل ده أحسن بكتير كده بتاكلي المعلقة بتحسّي إن هي غنية بالصوص مع الكيك، والكيك مش تخين أوي، أنتِ عايزاه أتخن من كده استعملي الصينية اللي مقاسها أصغر، بجد روعة جدًا وأسهل كيكة شوكولاتة أو أسهل حلو حاليًا ممكن تعمليه ومقاديره بسيطة من غير زبدة ومن غير سمنة. هُم بس بيضتين وكوباية دقيق وكوباية زيت، كوباية لبن، نُص كوباية كاكاو. هنا زوّقته بقى بشوية بندق عندي لإن أنا حاطة جوّه العجينة بندق، فهاحط برضه شوية بندق صغيّرين كده على الوش، ما عندكيش مش مشكلة خالص هي طعمها غني ومش مستاهلة نضيف لها أي حاجة تانية، بس مجرد ديكور كده. وزي ما قُلت لكم الكمية دي ممكن تعمل معاكم 12 قطعة جاتوه شاتوه أو 12 قطعة جاتوه اللي هي شوكولاتة اللي هو جاتوه كيكة الشوكولاتة، وطبعًا القطع الصغيرة دي تحفة بجد هتبهر الولاد لو عملتيها في عيد ميلاد أو مناسبة ورشيتِ عليها مثلًا شوية sprinkle كده ألوان وقطع صغيرة، هتبقى لو عندِك عيد ميلاد تحفة والولاد هتحبها جدًا، ممكن تحطي جنبها كده أي حاجة ياكلوها بيها اللي هي خلة الأسنان دي. بجد الولاد هيموتوا فيها، الولاد كده بتحب الشوكولاتة مع الألوان، بيبقى شكلها شيك وتحفة جدًا مع شوية مع عيد ميلاد أو مناسبة عندِك. هتبقى مميزة أوي عاملة زي الجاتوه سواريه أو ميني جاتوه شاتوه بحيث إن الطفل أو الأولاد ياكلوا قطعة من غير ما يهدروا فيها ويبوظوا قطع كبيرة يعني، فبتبقى زي الجاتوه سواريه. فبجد الوصفة سهلة ومميزة وأسهل حاجة إن هي كل مقاديرها كوباية 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 ما عدا الكاكاو نص كوباية. دي كانت وصفتنا النهاردة للجاتوه شاتوه كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة منها فيها كده سهلة وسريعة ولذيذة وخفيفة وبدل أسعار الجاتوهات اللي بقت خرافية يعني بنحاول نقتصد وفي نفس الوقت نسعد نفسنا ونسعد الولاد بأبسط الإمكانيات. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس. بحبكم هتوحشوني.